السلام عليكم ورحمة الله. معاكم قيدوم. اليوم غادي ندخلوا في القصة الثانية من الكتاب الثاني صخب الخسيف للكاتب أسامة مسلم. وبلا ما نطولوا عليكم، قبل ما ندخلوا القصة ما تنساش لايك، كومنت، سبسكرايب وفعل الجرس، حيت هادشي مهم بالنسبة لينا. من يسأل سؤالا خاطئا فلا ينتظر إجابة صحيحة. صخب الخسيف. بنت في العشرينات من عمرها، لابسه عبايتها وخارجه من دارها مع العصر. ركبت في واحد الطوموبيل كحله يلا ستاسيونات قدام الدار. جلست في المقعد القدامي وسدات الباب بالجهد وقالت بعصبيه: علاش تعطلتي؟ جاوبها واحد الشاب عنده 17 عام بلا ما يتسوق ليها: بلا كثرات الهضره ولا ما غاديش نديك فين بغيتي تمشي. البنت وهي معصبه: ركوبي معاك راه غير حاجه تفرضات عليا، كون خلاوني نسوق ما نحتاج لا ليك لا لغيرك. الشاب بكل سخريه: واخا كاع يخليوك تسوقي غادي خصك شي واحد اللي يعلمك، وما كاين حتى واحد في حياتك يقدر يعلمك من غيري. البنت وهي معصبه: اين نوع من الخوت نتايا؟ الشاب هو كيمد يدو وكيحل كفو قدام ختو: النوع اللي كيتخلص على المشاوير ديالو مسبقا. البنت حلات ساكها وجبدات الفلوس ولاحتو في حجر خوها وقالت بنرفازه: يلا تحرك قبل ما تعطل. جمع الشاب الفلوس اللي تشتتو ليه في حجرو وتحت رجليه هو كيضحك وقال: فين غادي نمشي ومالكتي؟ البنت جبدات المرايه من الصاك وبدات كتشوف في وجهها وكتزين: راه قلت لك باللي معروضه الحفله التخرج ديال صاحبتي. الشاب: وفين كاينه هاد الحفله؟ البنت ردات المرايه للصاك وقالت: في واحد المزرعه خارجه المدينه على خط الزراعي الشمالي على ما اظن. الشاب: على ما كتظني راه ما عنديش المازوت الكافي باش نبقى ندور بيك في الطريق الزراعي ونقلبوا على شي مزرعه ما عارفينش كاع تسميتها. البنت وهي كتشير بيديها لخوها باش يتحرك: ما تخافش راه نعتت ليا الطريق مزيان. الشاب ديمار الطوموبيل وبدا يتحرك بها: غادي نزيد عليك الفلوس الا استغرق الامر اكثر من ساعه. واخا تحرك يتحرك بلا كثرة الهضره. من بعد ما فاتوا العمران ديال المدينه وشدوا الطريق الزراعي، بدا كيبانوا ليهم مزارع خاصه مكريه اليوم على جنبات الطريق. الشاب قال لختو وهو كيدور عينيه على اليمين وعلى اليسار: ايوا دابا شنو؟ فين كاينه هاد المزرعه ديال صاحبتك؟ البنت وهي كتشوف في الحيوطه ديال المزارع اللي كيدوزوا قدامها بالزربه بوجه حاير: وخير غير نقص شويه من السرعه باش نقدر نشوف مزيان. الشاب هو كينقص من السرعه وبنبره تذمر قال: ايوا انت ما عارفاش حتى الطريق ياك؟ البنت هبطات الدجاجه ديال الطوموبيل وبدات كتشوف برا: لا عطيني غير دقيقه. من بعد اقل من 2 دقائق غوتات البنت وهي فرحانه فاش شافت واحد اللوحه ارشاديه مكتوب عليها الخسيف وتحتها سهم باللون الاحمر كيشير اليمين لواحد الطريق ترابيه خارجه من الطريق الرئيسيه المعبده. وقالت: هذه هي. الشاب كيوقف الطوموبيل حدا اللوحه وكيثبت عليها الشوفه: واش متيقنه؟ البنت بحماس: وياه راني مأكده، غير زيد راني تعطلت. دور الشاب بالفولون ودخل طريق التراب وبدا كيمشي بشويه وكيقلب هو واختو وسط النخل الطويل اللي داير بيهم في الدخله ديال المزرعه. في داك الزمان ما كانوش التليفونات، داكشي علاش فاش وصلوا بجوج البوابه الرئيسيه اللي مكتوب عليها الخسيف باللون الاحمر طلبات البنت من خوها يتسناها حتى تيقن باللي هي في المكان الصحيح، عاد تخليه يمشي ويرجع يديها في الوقت المحدد. الشاب بنرفازه: ايوا علاش غادي نتسنى؟ ماشي قلتي بلي انت متيقنه بلي هذه المزرعه ديال صاحبتك؟ البنت وهي كتشوف في الباب ديال المزرعه اللي كان محلول شويه بواحد الشوفه ديال الشك والخوف: وياه مأكده ولكن شنو؟ البنت وهي كتغوت في خوها اللي زادها توتر: مالك علاش ديما كتصرف معايا هكا؟ الشاب هو كيتنهد: واه واخا لا غادي نتسنى، يلا سيري ورجعي دغيا. البنت بنرفازه: راه وترتيني وخفت ندخل بوحدي. الشاب بغضب: يا ربي واش بغيتينا نرجعوا دابا؟ راه حتى انا عندي صحابي خاصني نمشي عندهم، راه تفاهمت معاهم نمشيو نلعبوا كره، وإلا رجعت للدار دابا غادي ياخذ لي هادشي وقت طويل وما غاديش يقدني الوقت باش نلحق بهم. البنت بهدوء وعينيها على باب المزرعه: لا ما بغيتكش ترجع. الشاب تعجب:
ايوا شنو بغيتي؟ البنت بابتسامه مزيفه. نزل معايا اخويا العزيز، غير نتاكد ونشوف صحاباتي وصافي. الشاب بنرفازه. غادي تقتليني بالطلبات الباسله ديالك. البنت وهي كتمسكن عليه. عافاك عافاك. يا الله باش نساليو من هذا النهار. هبطوا بجوج من الطوموبيل وتمشاو جهه البوابه ديال المزرعه، والبنت غدا ورا خوها وشد ليه في كتافو وهي ميته بالخوف. دفع الشاب الباب اللي دار واحد الصوت الصدى وما بغاش يسكت، حتى خبط الباب في واحد النخله ميته كانت وراه. دخلوا بخطوات حذره وبشويه وما سمعوا حتى شي صوت كيدل باللي كاينه شي حفله ولا شي حد اصلا. الشاب بصوت خافت. واش انت متيقنه باللي حنا في البلاصه الصحيحه؟ البنت والتوتر ديالها بدا كيتحول للخوف. ما عرفتش. وهو الشاب بالجهد وقال واش كاين شي حد هنا؟ زيرات البنت على يد خوها بالجهد وهي تقول ليه اشنو كدير؟ ايوا شنو بغيتيني ندير؟ الا ما كان حتى واحد هنا راه غادي نضطر نرجعك للدار. البنت وعينيها كيدوروا بالتوتر. هاد البلاصه مخيفه وما كنظنش هذه هي البلاصه الصحيحه. ايوا شنو المخيف فيها؟ كاع المزارع كيبانوا هكا. البنت وهي كتشير الارض. شوف. الشاب شاف فين كتشير اختو. شنو؟ ما كنشوف والو. شوف داك الطير اللي ميت في الارض. رد البال واحد العصفور صغير مقلوب على ظهره وداير به الدبان. ايوا مالو؟ طير ميت، فين كاين المشكل؟ البنت شيرات لبلاصه اخرى في الارض. شوف تما. طير اخر ميت. وبقات البنت كتشير لعده بلايص فيهم طيور ميتين. تبدا الشك يدخل لقلب خوها من كثرة الطيور اللي ميتين تما، وقال هاد الشيء بدا كيبان لي ماشي طبيعي. يمكن مول المزرعه عنده شي هوايه مريضه بقتل الطيور. البنت ما كيهمش شنو السبب، المهم هي نخرجوا من هنا دابا. في ديك اللحظه سمعوا بجوج واحد النداء جاي من الداخل ديال المزرعه. الصوت كان ديال المراه وبحال اللي كتطلب شي واحد يجي يعاونها. عاونوني عافاكم. واش هذا صوت صاحبتك؟ البنت وهي ميته بالخوف. يلا نخرجوا من هنا. كيفاش بغيتيني نخرج وكاين اللي كيطلب مني العون؟ يلا نخرجوا ونعيطوا ليها على البوليس. الشاب فك يدو من اختو وجرى بالزربه جاي مصدر الصوت. تقدر تكون مصابه وما عندهاش الوقت الكافي حتى يجيو البوليس. غبر الشاب في وسط الشجر ديال النخل الميت اللي كان عامر في المزرعه، وبقات اختو مسمره في بلاصتها كترعد من الخوف. ومن بعد اقل من دقيقه سمعت نداء استغاثه جاي من نفس الجهه، ولكن هاد المره كان صوت خوها هو كيقول عتقيني فين انتي؟ البنت وهي كتغوت بسميت خوها. امالك؟ واش وقعت لك شي حاجه؟ ما جاوبهاش خوها. هادشي اللي خلاها تجري جهه البلاصه فين سمعات منها الغوات جاي. ومن بعد ما جرات شويه وسط النخل الميت بان ليها خوها متكي في الارض حدا واحد البير اللي باين كانوا كيستعملوه للسقي في المزرعه قديما. جرات لعندو فاش وصلات، نزلات حدا راسو وهي كتغوت وكتحاول تفيقو، ولكن والو. بدات كتحاول تهزو على كتافها ولكن كان ثقيل عليها وما قدراتش حيت كان غايب على الوعي. شداتو من رجليه وبغات تجرو جهه الباب ديال المزرعه، وقبل ما تتحرك سمعت واحد الصوت كيهضر معاها وكيقول واش بغيتي الترياق؟ لاحت البنت رجلين خوها وهي مفزوعه وغوتات بالجهد. شكون تما؟ الصوت جاي من البير. ما كاينلاش هاد الغوات كامل، راه انا قريب منك. مشات البنت بالزربه وشافت فم ديال البير المظلم وقالت شكون انت؟ واش تحتي في البير؟ الصوت جاي من البير. انا هنا هادي سنين. البنت بتوتر بلا ما تركز في كلامه. ما تخافش، غادي نطلب لك المساعده، غادي نخرج خويا من لهنا. خوك غادي يموت من بعد شويه الا ما خداش الترياق. البنت بتعجب. ترياق؟ اين ترياق؟ الترياق ديال السم اللي كيجري في عروقو دابا. البنت والخوف والتوتر ديالها كيزيد. السم؟ كيفاش تسمم؟ واش عطاتو شي حاجه؟ ثواني كيدوزو ووريقات عمرو كيطيحوا. البنت بدات كترجع التركيز ديالها شويه بشويه. شنو هاد القصه عاوتاني؟ واش هادي شي كذبه؟ واش هذا برانك؟ واش تفهمتي انت وخويا باش تخلعوني؟ بدا خوها كيكح بالجهد ولكن ما فاقش من الغيبوبه ديالو، وبدا الدم كيخرج ليه من فمه ومن نيفو. نزلات اختو حداه وبدات كتغوت وكتبكي وهي كتقول مالك اخويا؟ فيق. الصوت جاي من البير. الا ما خداش الترياق غادي يموت
في ظرف دقائق. وقفات البنت وعينيها عامرين بالدموع وهي عامرة غضب وغوتات. فم ديال البير بالجهد. حبس من هاد اللعب وعطيني الترياق. ما غاديش تاخديه بلا مقابل. البنت وهي كتمسح دموعها بتوتر شديد. مقابل؟ شنو بغيتي؟ انك تحلي واحد اللغز وحجيه. عافاك حبس من هاد التلاعب بيا، خويا غادي يموت. حل لغز واحد هو الثمن ديال الترياق. البنت وهي كتبكي بمرارة. واخا شنو هو هاد اللغز ديالك؟ شنو هي الحاجه اللي ما نقدروش نشدوها لمده طويله واخا نعيا ونحاولوا؟ شنو هي الحاجه اللي ما نقدروش نشدوها لمده طويله واخا نعيا ونحاولوا؟ ما عرفتش، يمكن الجمرة. النفس. البنت وهي تالفة. شنو النفس؟ واش بغيتي لغز اخر؟ راه جاوبتك. خاص الجواب ديالك يكون صحيح باش نعطيك الترياق. واش بغيتي لغز اخر؟ عافاك حبس هادشي. واش بغيتي لغز اخر؟ البنت وهي كتغوت في قلب البير. واخا يلا دغيا قبل ما يموت خويا. شنو هي الحاجه اللي ما غاديش تقدري تحافظي عليها حتى تعطيها لغيرك؟ البنت. خليني عافاك، خليني نفكر شي ثواني. سكت الصوت اللي جاي من البير شي دقائق. البنت ما عرفاتش الجواب. الوعد. عافاك انا ما كنعرفش نحل هاد الالغاز، عطيني الترياق. واش بغيتي لغز اخر؟ لا. اذا خوك غادي يموت. انت كتعرف غير تعطي الالغاز ولكن ما غاديش تعرف تحلهم الا عطيتهم ليك. انا كنعرف مزيان داكشي اللي كنديرها انسيه؟ وشكون انت جن؟ خلق من خلق الله. البنت باستهزاء. ايوا اسمع عمليك الالغاز، الا قدرتي تحل اللغز ديالي تقدر تقتلني مع خويا، اما الا فشلتي وغادي تفشل غادي تعطيني الترياق. شنو بان ليك؟ سمعت واحد الصوت ديال الزمجره جاي من البير. شنو قلتي؟ عندك لغز واحد ومن وراها غادي تهلكي مع خوك. موافقه، ما غاديش نعطيك بزاف ديال الوقت، حاول تكون سريع البديهه. فاش كتكون ما عرفنيش كيكون عندي وجود، وفاش كتعرفني كنسالي. شكون انا؟ سكت الصوت اللي جاي من البير شي دقيقه. يلا مالك الالغاز، شنو هو الجواب؟ سكت البير وما عرفش الجواب. الجواب هو اللغز. كنت كنظنك اذكى من هكا. سمعت واحد الصوت زمجره قويه جاي من البير لدرجه ان كاع الوراق الماخين اليابسه بداو كيطيحوا للارض. البنت وهي كتغوت في البير. فين هو الترياق؟ لوحي سطل في البير وكبي الماء اللي فيه عليه وغادي يبرى. دارت البنت كاع داكشي اللي قال ليها مول الصوت وفاق خوها وعنقاتو وهي فرحانه ومبتهجه. الحمد لله. بدات البنت كتعاون خوها باش ينوض ويتمشاو باش يخرجوا من تما، ولكن الصوت اللي جاي من البير عاود هضر معاها وقال واش بغيتي لغز اخر؟ البنت وهي دايره يد خوها على عنقها وغادي جهه الباب ديال المزرعه وبعدات على البير. ما بقيتش محتاجه الالغاز ديالك الباسله. تمشات البنت جهه المخرج، وقبل ما تبعد بزاف على البير سمعاتو كيقول غادي نقول لك شكون مشى بيك عند خطيبك القديم وخلاه يفسخ الخطوبه ديالو معاك. وقفات البنت مسمره في بلاصتها وبان الغضب على وجهها فاش تفكرات هذا الموضوع القديم، ولكن ما رجعاتش للبير وكملات طريقها حتى خرجت من المزرعه وحطات خوها في الكرسي اللوراني وقالت ليه واش تقدر تسوق؟ الشاب هو عيان وسخفان. اييه كنظن، ولكن كنحس بالدوخه وشوفي مضبب شويه. البنت كدوز يديها على صدرو وكتقول ليه ارتاح شويه حتى ترجع ليك صحتك عاد نمشيو من لهنا. جلسات البنت في بلاصه ديال الشيفور وهي كتعد على ضفارها وساهيه قدامها كتفكر في اخر هضره قالها ليها البير، وبقات هكاك شي دقائق حتى ما بقاش عندها الصبر. حلات الباب ودخلت المزرعه مره اخرى. مشات نيشان للبير. شكون اللي تبرى بيا عند خطيبي القديم؟ ما كاينش جواب بلا مقابل. ارى اللي عندك من الالغاز. لا، انت اللي غادي تعطيني الالغاز، ولا ما عرفتش لغز واحد فيهم غادي نجاوبك. لغز واحد غير تغلط فيه غادي تعطيني الجواب ياك؟ ياه، اري ما عندك. واخا، شنو هي الجريمه اللي حتى شي قانون في الدنيا يقدر يحاسبك عليها؟ انتحار. اري ما عندك عاوتاني. باينه فيك متحمس. واخا سيدي، ما عنده لا يد لا رجل وعنده صباع كبير وربعه اخرين. الصوت قاطعه بالزربه. الليقه. يلا بالزربه، اري ما عندك. باينه باللي هذيك الهزيمه اللي عطيتك قبيله جرحت لك النفس ديالك.
اري ما عندك. خاصك تهرسني قبل ما. البيضة. اري ما عندك. كيفاش قدرتي؟ باين باللي غلبتيني هاد البير. دابا النوبة ديالي. لا شكرا، بدلت رأيي، ما بغيت نعرف والو. قبل ما تبعد البنت على البير طاحت عليها واحد النخله وتبتاتها في الارض. من بعد ما هرست ليها رجليها غوتات البنت بالجهد من قوه الالم وبدات كتعيط لخوها يعتقها. صوت البير بنبره غضب. حتى واحد ما غادي يسمعك، ما غادي تخرج من لهنا الا اذا جاوبتيني جواب صحيح على لغز واحد فقط. واش انت حماق؟ غادي نبداو فاش تبغي. واخا كنعيش مع الضوء وكنموت فيه. شكون انا؟ ما سمعتش الطرف الاخير. الظل. طاحت نخله اخرى فوق النخله اللي كانت البنت واحده تحت منها. البنت كتغوت بنرفازه واخا الالم قتلها. انت كتغدرني باش تغلبني؟ واش بغيتي لغز اخر؟ بدات البنت كتموت وكتنفس بصعوبه ولكن قدرات تقول اياه. ارض ما كترضى بارض وكتعوم في البحر بلا حريه. شنو هي؟ السفينه. الجزيره. طاحت نخله ثالثه فوق البنت وهي كتخرج واحد الصوت مخنوق من الوجع ديالها. الجواب ديالي صحيح. واش بغيتي لغز اخر؟ اياه. كناكلوا اللحم وكنعيشوا في اللحم وحنا عظام. شكون حنا؟ ما عرفتش. السنان. حطات راسها فوق الارض وعينيها كيدوروا كيتسناو النخله الرابعه طيح عليها ولكن ما وقع والو. واش بغيتي لغز اخر؟ وعلاش لا؟ ما عنديش وجود وحاضر الابد. ما كنشوف ولا حتى حد كيشوفني. ما كايناش حياه ولا موت بلا بيا. كنتولد كل غد وكنموت كل يوم. سدات البنت عينيها وما جاوباتش. الصوت جاي من البير. المستقبل. طاحت النخله الرابعه نيشان فوق راس البنت وهرساتو هشماتو بالكامل. وحتى لهنا كتسالى القصه ديالنا من كتاب صخب الخسيف. ما عرفت مالو أسامة مع الألغاز. حتى الرواية اللي فاتت الجزء الأول كان فيها قصة بحال هكذايا. راه ديجا عاودناها حتى هي. إلا قلبتو عليها غادي تلقاوها في الشين ولا راني غنديرها في التالي ديال الفيديو. في الحقيقة أنا كيعجبوني هاد القصص. أنا من جهتي هادو هما أحسن قصص كاينين في الرواية وما كاينين قصص واحد آخرين ولكن قصص الألغاز هما المفضلين ديالي. وإلى لقائنا في حلقة جاية. ما تنساش الخيال هو وليد الحقيقة. خلي معك سبسكرايب حيث هي مهمة بالنسبة لنا. أنا قيدوم وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نشوفكم في حلقة جديدة.